وجه في بالها إن ده 100% سحر، وإلا إزاي ينقلب حال بيت كامل بالطريقة دي. تعالوا نسمع تفاصيل القصة كاملة. ازيكم؟ أنا هاجر، فيديو جديد وقصة جديدة، صلوا على النبي ويلا نبدأ. بطلة حكايتنا بتقول: أنا بنت وعايشة بين أب وأم حنينين جدا، وكمان بيحبوا بعض ومحترمين ومتفاهمين جدا. صحيح كان في بعض المشاكل، بس كانت ولا شيء بالنسبة لحياتنا. أمي كانت عايشة وسط جيران بيحبوها وبيحترموها قوي، والله لو طلبت عينيهم يدوها من غير أي شيء، وكانت كل وقتها معاهم وعايشة سعيدة ومبسوطة، كل حاجة تمام. وأبويا كمان كان عنده أصحاب من مناطق مختلفة، وكانوا بيجوله زيارة من أماكن مختلفة ويفضلوا عنده بالأيام. كنت أنا وإخواتي الولاد والبنات أعز أصحاب لبعض، كنا نلعب مع بعض وحنينين جدا على بعض، لدرجة إننا ما كناش محتاجين لأصحاب في حياتنا. طبعا أبويا كان تاجر كبير جدا في السوق وليه اسمه، والحارة كلها بتحترمه، وكانوا بيعملوا حساب لينا. لكن للأسف كل شيء ابتدى يتغير وقت ولادة أخويا الصغير، آخر العنقود زي ما بيقولوا كده. وقتها كنا كلنا كبرنا، أصغر حد فينا كان في إعدادي. لما حملت أمي في أخويا الصغير، أبويا اتغير جدا وبقى 24 ساعة يتعصب. أبويا اللي عمره ما بخل علينا بشيء، كنا قبل ما نطلب الحاجة تجينا بقى ما بيجيبش أي شيء للبيت. حتى لما بنطلب منه، ده كنا بنروح أنا وإخواتي نقول له نفسنا في عصير، حاجات حلوة، كان على طول يتعصب علينا ويقوم ويبقى عايز يضربنا كمان. تخيلوا، وعلى طول يبدأ موال التهزيق فينا وفي أمي بكلام ما يتقالش بصراحة. وأول ما كان يتعصب نجري على طول على غرفتنا ونقفل على نفسنا ونفضل جوه. بحكم إننا ما تعودناش على أبويا وهو كده، كنا بنخاف منه جدا ونفضل نعيط ونسأل نفسنا هو ليه أبويا بقى كده. كنا مستغربين جدا الحال اللي هو بقى فيه. طبعا كان حمل أمي كان صعب جدا، بحكم إنها بقالها كتير ما حملتش وما كانتش بتتغذى كويس، بسبب إن ما كانش فيه شيء في البيت ولا حاجة تتاكل أصلا. كان أبويا بيجيب الحاجة على القد قوي، يعني زي ما تقولوا كده بتمن مصروف يوم واحد، يعني على قد الوجبة مش أكتر من كده. وكنا مستغربين جدا إيه اللي غيره كده، وإزاي بين ليلة وضحاها اتبدل حاله بالشكل ده، وخاصة من بعد حمل أمي. للدرجة دي مش قادر يتغير؟ لما كنا بنسأل أمي هو أبويا ماله، كانت تفضل تبكي وتقول لنا أي كلام. المهم مرت شهور على حمل أمي وهو على الحال ده، وهي كمان على نفس الحال، لا أكل ولا تغذية ولا فحوصات. وكانوا يستغربوا ويقولوا لها بقى أنتي يا زوجة أكبر تاجر في السوق يطلع ناقصك فيتامينات وتغذية بالشكل ده؟ وكانوا يرموا اللوم عليها هي، على أساس إن أبويا موفر لها كل شيء، وقال إيه هي اللي مش عارفة تهتم بنفسها، وهم ما يعرفوش حاجة أصلا. وما خفي كان أعظم. أمي بقت بتتوجع وما بقتش تروح مواعيد الفحوصات، فين لحد ما ولدت بالسلام. ولما ولدت أمي وجي أخويا، حسيت إن قلب أبويا شوية حن، بقى يمسك أخويا ويبص عليه بحب وحنان. وإحنا قلنا بس خلاص أبويا كده رجع لطبيعته من تاني. ومنكرش إن طول فترة النفاس بتاعت أمي ما بقاش يتعصب ولا يشتمنا، بقى هادي خالص. وإحنا كلنا أصلا بقينا مشغولين مع البيبي الجديد، ووقتنا كله بقى معاه هو، ورجعت حياتنا شوية زي الأول، يعني بقينا مبسوطين. بس للأسف سعادتنا دي ما كملتش 4 شهور. من بعد نفاس أمي رجعت تطلع عند جيرانها وتزورهم زي ما كانت متعودة بالظبط. بس الغريب بقى إن أبويا بقى بيتعصب، خصوصاً لما بتطلع عندهم، ويفضل يزعق لها ويشتمها ويتهمها ويشك فيها كمان. وأمي من بعد الولادة اتغيرت وما بقتش تسكت له، وبقت ترد عليه وتحاسبن عليه كمان، وتفضل تقول له أنا أشرف منك، وتعايره ببخله وعدم ثقته فيها. وأنا وإخواتي نفسيتنا تعبت من كل اللي بيحصل حوالينا ده، وتعلقنا ببعض زاد جدا عن الأول، لأن بصراحة خفنا إن هم ينفصلوا ويسيبونا. لأن باختصار من أول ما حصلت بينهم المشاكل دي بقينا إحنا آخر همهم، وبقت أختي الكبيرة هي أمنا، تأكلنا وتشربنا وتذاكر لنا، ومع البيبي كمان كانت بتهتم بيه، لأن أمي بقت بتكره تشوفه، وبقت تحس إن هو بقى عبء عليها، لأن بالنسبة لها خلاها تفضل مع أبويا غصب عنها وما تشوفش حياتها. وكل ده بيحصل وأنا وإخواتي الصغيرين مش مستوعبين إزاي كانت حياتنا وإزاي بقت. ومعقول ده كله بيحصل بسبب طفل زيادة؟ طب ما أبويا عنده خير كتير وقادر يصرف علينا كلنا وأكتر كمان. المهم مرت الأيام، وفي مرة من المرات
جدتي أم أبويا جت تزورنا. كانت متعودة تزورنا بين فترة والتانية، لكن المرة دي شافت الوضع اللي بين أمي وأبويا ودخل الشك في قلبها إن في شيء غلط، يا إما سحر يا إما طرف تالت. أمي حكت لها عن عصبية أبويا وشتمته لينا ليل نهار، وبصراحة جدتي ما استحملتش، راحت لأبويا واتخانقت معاه وتقوله دي زي بنتي وأمها زي أختي، إحنا ربيناكم مع بعض، وزي ما أعرف أخلاقك أعرف أخلاقها. لأن جدتي من أبويا وجدتي من أمي كانوا أصحاب جدا، وكانوا جيران كمان، وأهلهم يعرفوا بعض وعلاقتهم كانت قوية قوي. المهم أبويا اتعصب وراح خارج من البيت، وأمي بس تعيط، أنا وإخواتي نعيط، لأننا باختصار مش مستوعبين إن دول أهلنا نفسهم اللي قبل كده كأنهم ناس مختلفين تماما. بس جدتي ما سكتتش، فضلت تدعي وتفكر، وجه في بالها إن ده 100% سحر، وإلا إزاي ينقلب حال بيت كامل بالطريقة دي. وقتها أخدت جدتي أمي معاها لشيخ، وهنا كانت الصدمة، وساعتها قال لها أنت عندك سحر، مسحورة يعني، والسحر ده موجود في قطعة قماش، والسحر ده بينك وبين جوزك، سحر بالفراق. طبعا أمي انهارت وما قدرتش تصدق إن إزاي ده يحصل، ده الكل بيحبهم وجيرانها وصحابها بيحبوها. أمي خرجت من مرحلة العصبية لمرحلة الشك، ومعها خوف فوق البيعة، وما بقتش تنام لا ليل ولا نهار، وتفضل تفكر مين ممكن يعمل كده وليه أصلا. وبقت تكره جيرانها وما بقتش تطلع من البيت نهائي، بقت تشك في الكل وتقعد لوحدها وتكلم نفسها، معقول فلانة؟ لا 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 لا، شكلها فلانة. بقت بتكلم نفسها من كتر الشك اللي جواها. المهم إن جدتي ما قصرتش، وبقت تاخد أمي وأبويا عشان يقروا عليهم ويرقوهم كمان، وبقت تشغل قرآن في البيت وتوصينا نقرأ الأذكار وتقرأ علينا. طبعا أمي ما عرفتش مين عامل لها السحر ولا الملابس اللي معمول عليها، مع إن قلبنا البيت كله وفتشنا كل دولاب وكل قطعة ملابس وما سيبناش ولا شيء عندنا. المهم عدت السنين، عدى 3 سنين تقريبا، والوضع ما اتغيرش. كنا نصحى على خناق أمي وأبويا وننام على خناقهم، بس خلاص تقدروا تقولوا إن إحنا تعودنا. وأبويا يعني رجع يحبنا ويصرف علينا، وأمي كمان رجعت تهتم بينا، وده يعني اللي كان مصبرنا شوية. يمكن يجي اليوم ويرجع أبويا وأمي أحسن من الأول ويتفاهموا مع بعض تاني، يعني كان عندنا أمل. لحد في يوم من الأيام كنا وقت العصر، وطلع أخويا الصغير يلعب في الجنينة بتاعة البيت. كنا زارعين فيها أشجار وورود، وأخويا الصغير كان بيحب يلعب بالطين، كان يفضل يحفر ويلعب. واليوم ده أنا كنت قاعدة معاه، كنت قاعدة وسرحانة وبفتكر ذكرياتنا زمان شوية، ولمحت شيء كان على غصن شجرة، وكنت بحاول أدقق لكن ما قدرتش لأنه كان عالي قوي. بس جالي فضول أعرف هو إيه ده. ندهت على أخويا الصغير، قلت له أنت شايف حاجة على الغصن ده؟ قال لي لأ، وأنا أقول له ركز بس ركز كده، يقول لي يا ستي مش شايف حاجة. قال لي بصي أنا هطلع على الشجرة، وفعلا طلع وشوية وقال لي في قطعة ملابس ومربوطة في الغصن من فوق. قلت له بس فكها وجيبها، وفعلا فكها ونزل. فضلت أبص فيها وأقلب، وقلت أوريها لأمي، وأمي أول ما شافتها فضلت تترعش وتقول ابعدوها عني، وفضلت تصرخ وتشتم. وساعتها اديناها الأخت الكبيرة، وأول ما شافتها قالت بس هو ده السحر اللي معمول لأمنا وأبويا. وعلى طول اتصلت بجدتي، وجدتي قالت لها محدش يلمسها ولا يجي جنبها، سيبوها بعيدة عنكم وأنا جاية حالا. وجدتي كانت ساكنة بعيدة عننا بحوالي ساعة، قالت لنا مسافة الطريق وهكون عندكم. وفضلت توصي أختي على أمي، وقالت لها اقفلي عليها باب الغرفة وما تخليهاش تشوفه ولا أبوكم كمان يشوفه. وأختي نفذت كلامها بالحرف. اليوم ده والليلة دي محدش فينا عرف ينام من كتر الخوف والرعب والقلق اللي كلنا كنا فيه. وفين على قبل الفجر صحينا على صوت خبط الباب، وكانت جدتي شافت قطعة الملابس وفضلت تبكي وتحاسبن على اللي عمله، وأخدت أمي معاها وراحوا، وإحنا فضلنا قاعدين كنا ساكتين ومرعوبين ومش قادرين. أمي وجدتي اتأخروا جدا وطلعوا من الفجر وما رجعوش إلا المغرب. أمي كانت متبهدلة ووشها باهت وعيونها يدوب شوية مفتوحين. وأبويا اليوم ده ما شفناهوش، مع إنه ما تكلمش معانا في أي شيء، وللأمانة مركزناش إذا كان أبويا رجع بالليل ولا مرجعش. كنا مركزين في السحر وخوفنا منه. حتى جدتي رجعت تعبانة وما حكت لناش ولا شيء، وعلى طول دخلت تنام. طبعا حصلت حاجات كتير، من ضمنها فك السحر وخروج أثاره على أمي، بس أكتر شيء بقى يقلقنا ويخوفنا
إن أمي ما بقتش بتتكلم، كانت ساكتة على طول، وجدتي كانت بس تفضل تاخدها وترجعها، تاخدها وترجعها. بعدها الشيخ طلب إن هو يجي البيت عشان يقرأ فيه ويتأكد من خروج السحر. والحمد لله مرت شهور من المرض والخوف والقلق، ورجع أبويا وكنا كأننا أشباح، من غير كلام ولا حتى ضحك وهزار ولا أي شيء. في الفترة دي أبويا خسر تجارته كلها واضطر إن هو يبيع البيت، ووقتها نقلنا وكلنا كان عندنا أمل إن حياتنا تتغير للأحسن. وفعلا لما دخلنا بيتنا الجديد رجعنا لطبيعتنا شوية. طبعا أمي وأبويا ما كانوش بيكلموا بعض، بس كانوا بيكلمونا إحنا شوية شوية لحد ما مر وقت كبير وكنا فعلا متغيرين، بس على الأقل رجعنا عيلة من تاني. والحقيقة إن أمي وأبويا ما رجعوش زي الأول، بس بقوا يحترموا بعض وبطلوا إن هما يتخانقوا. يعني رجع بيتنا هادي ورجعت فيه الحكاوي والضحك، وعلاقتنا بقت بأمي وأبويا أقوى من الأول. لحد من 2 سنين فاتوا أمي تعبت تعب جامد جدا جدا، وأبويا كان خايف عليها جدا، وساعتها ولا خلينا مستشفى ولا شيخ. كان مرض أمي مش معروف، مش عارفين مالها. عشنا أيام وليالي كل واحد على سجادته بيبكي ويدعي لأمي. أمي كانت غريبة قوي، كانت في رمضان أو في يوم عرفة كانت تتعب جامد قوي، لدرجة إنها كانت بتتشاهد، لا بتقدر تتحرك ولا تقف. ما خليناش مستشفى، نفسيتنا اتدمرت وكرهنا حياتنا. أمي بالليل كانت تصرخ وتشتم وتدعي، وبالنهار تنام بس نايمة. وقبل سنة رحنا للشيخ وقال لنا إن أمكم مسحورة بسحر أسود، وكان مأكول أكتر من مرة ومن سنين، ويمكن أكلته فوق 4 مرات. عشان كده هو منتشر في جسمها كله بشكل مرعب. وبعد 10 شهور من التعب أمي توفت بعد صراع طويل مع السحر اللي ما خلاش شبر في جسمها، حتى منبت شعرها كان بيوجعها، ضوافرها، عيونها، كل شبر في جسمها اتدمر. لحد ما أمي حبيبتي توفت وهي حزينة ومهمومة، وكل اللي كان في بالها أنا عملت إيه؟ أنا ما أذيتش حد، ليه يؤذوني بالشكل ده؟ كنا بنبكي وندعي لأمي وإحنا فاقدين الأمل. أمي كانت بعد كل جلسة رقية تتعب أكتر وتقول لنا أنا بتحرق من جوايا. أمي كانت تشرب المية اللي مقروء عليها وتقول بتحرقني من جوه، وتصرخ وتفضل تقول أنا مش قادرة، أنا حاسة إن أنا بتقطع، أنا بموت. وساعتها سلمت أمي لفكرة الموت، أو بالأحرى كانت بتتمناها، لأنها ما كانتش قادرة تتحمل. جسمها اتدمر، كان جلدها اللي يشوفه يحس إنه هو محروق، كان شعرها خفيف وبيقع، ما كانتش بتقدر تقوم تقف على رجليها، كانت شبه مشلولة. ماتت أمي وسابتنا إحنا، وما نعرفش مين اللي سحرها. فقدنا ثقتنا في كل اللي حوالينا، وكلنا كان عندنا صدمة بعد وفاتها. أبويا تعب ودخل المستشفى وفضل فيها شهر كامل، وبعدها طلع وكان يفضل يصرخ ويقول أخدوا مني حبيبتي، وما سابوناش نتهنى. كان يفضل يصرخ ويقول خدتوا كل حاجة حتى ثروتي. ليه خدتوا سعادتنا؟ لأني زي ما قلتلكم إن أبويا خسر ثروته كلها، بس ما همناش. كل اللي كان هممنا إننا نرجع عيلة سعيدة من تاني، وبس كده. ودلوقتي إحنا قاعدين في البيت اللي أمي ماتت فيه، عايشين أجسام من غير روح. بقينا نشوف السعادة شيء مستحيل، وإننا لو فرحنا هيعملوا لنا سحر ويحرمونا من فرحتنا تاني. كنا بنخاف على أبويا من أصحابه، ما كناش بنسيبه يقابلهم ولا حتى ياكل من عنده. وأنا وإخواتي البنات والولاد ما كانش عندنا لا أصحاب ولا أحباب، ما بقيناش عايزين حد في حياتنا ولا يدخل حياتنا ولا حد يحتك بينا. وفي الآخر بتمنى تدعوا لأمي وبس كده. هي دي كانت قصتي، انتهت قصة النهاردة، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.